المباراة المقبلة بين المنتخب المغربي أقل من 17 سنة، ومنتخب البرازيل أقل من 17 سنة في دور الثمن من كأس العالم لأقل من 17 سنة، والتي ستجرى يوم 21 من نوفمبر. تعتبر من أصعب وأقوى الاختبارات للأشبال منذ بداية البطولة. المنتخب المغربي دخل هذه المواجهة بثقة كبيرة بعد أداء رائع في دور المجموعات، حيث أظهر انضباطا تكتيكيا، روحا قتالية، وقدرة على خلق الفرص في اللحظات الحاسمة. في المقابل يعرف المنتخب البرازيلي بأسلوبه الهجومي السريع ومهارات لاعبيه الفردية التي تجعل أي دفاع تحت ضغط دائم. المباراة ستكون مواجهة بين قوتين مختلفتين، المغرب بذكائه التكتيكي وتنظيمه الجماعي، والبرازيل بأسلوبها الهجومي المفتوح. الأشبال مطالبون بالحفاظ على التركيز طوال 90 دقيقة، خاصة في التعامل مع المرتدات وبناء الهجمات بهدوء، لأن أي هفوة قد تغير مجرى اللقاء. هذا الجيل المغربي يمتلك الصرامة، التركيز، والروح القتالية التي قد تصنع التاريخ وتحقق تأهلا تاريخيا أمام أحد أقوى المدارس الكروية في العالم.